هتعمل العملية امتى عشان تعرف تصوم امتى؟ طب هل هعرف اصوم لو عملت العملية النهاردة ولا امتى؟ الافضل ان انا على الاقل تعدي 3 اسابيع بحيث ان انت تكون عديت مرحلة السوائل عشان تقدر تبدأ الصيام بسهولة. وبالتالي فانا ما افضلش ان احنا نصوم الا لما نعدي عليك 3 اسابيع بعد العملية. عشان اصوم وابقى مستريح بعد العملية، رقم 1 لو سمحت هتبدأ اول حاجة في الصيام في الفطار بالمية، وهتقوم تصلي المغرب وترجع تاني تبتدي اكلك. اهم حاجة في اكلك لازم تاكل بروتين كويس، وتخلي الوجبات بتاعتك صغيرة، وكمان تهتم ان انت ما تاكلش حاجات فيها سكريات عالية عشان ما يحصلش فيه هبوط بعد الفطار. وطول الفترة من الفطار للسحور حاول تهتم جدا جدا ان انت هتاخد حاجات فيها بروتين وحاجات فيها سوائل. اهم حاجة بقى في السحور اللي انت تبدأه بدري شوية، يعني لو احنا متعودين ان احنا نتسحر مباشرة قبل صلاة الفجر، لا لو سمحت استنى نخلينا بدري شوية، يعني ناخد فترة 2 ساعة قبل صلاة الفجر بحيث ان يبقى عندك وقت تشرب فيها سوائل، واللي انت تاخد بروتين، واللي انت تاخد حاجات فيها الياف، وبلاش السكريات تاني عشان ما تعملكش هبوط.